استكمالا لسلسلة المقاطعة هنعمل النهاردة مع بعض فراخ بروستد بديلة لسلسلة المطاعم الشهيرة اللي احنا مقاطعينها، بس هتكون صحية اكتر بكتير لاننا هنعملها في القلاية الهوائية وتقدروا كمان تسووها في الفرن. لو ده اول فيديو تشوفوه ليا انا سوزي سليم دكتور شاف، ما تنسوش تعملوا فولو او اشتراك في القناة علشان يوصلكم الوصفات الجديدة. هنحتاج اول حاجة نحضر المحلول اللي هننقع فيه الفراخ. هنستخدم كوباية من الحليب، ممكن تزودوها لكوباية ونص. بعد كده هنضيف عليها عصير نص ليمونة وهنقلبهم ونسيبهم على جنب شوية. وعندي هنا شوية توابل عبارة عن ملح وبابريكا وفلفل اسود وزعتر وتوم بودرة وبصل بودرة وزنجبيل وشوية كركم. هكتب لكم المقادير بتاعتهم بالظبط تحت الفيديو. بعد شوية هنا زي ما انتوا شايفين الحليب ابتدى يتحول زي الزبادي كده. هنضيف عليه بقى بيضتين، بعد كده هنقلبهم كويس مع بعض. هضيف كمان حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وبضيف كمان ورقتين من ورق اللورا بس نسيت احطهم في المرة دي. وبكده بيكون محلول النقع جاهز. عندي هنا بقى الفرخة، اهم حاجة يكون حجمها صغيرة او متوسطة، يعني الفرخة دي عندي هنا وزنها كيلو. قطعتها ل8 قطع بالشكل ده وعملت فيها فتحات. بعد كده بناخد جزء من التوابل اللي احنا عملناها بس مش كتير، يعني ناخد شوية توابل كده نرشهم على الفراخ من فوق ومن تحت، وبعد كده نقلبهم كويس في التوابل. بعد كده بقى هنبدأ نحط قطع الفراخ في محلول النقع اللي حضرناه، وهنغطي عليها وهنسيبها في التلاجة ليلة كاملة. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي الفراخ من جوه جوسي وطرية جدا وما فيهاش زفارة. تاني يوم بقى بنحضر البريدنينج او الطبقة اللي بنغلف فيها الفراخ من بره. هنضيف التوابل اللي احنا حضرناها اليوم اللي قبله، وهنضيف عليها كوباية الا ربع من الدقيق وكوباية من نشا الذرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبعد كده بضيف كمان رشة من الكركم علشان اخلي اللون اصفر اكتر يعني. هنقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض، وبعد كده هنبدأ نجيب الفراخ اللي هي منقوعة في التلاجة ليلة كاملة. هنبتدي بقى نمسك قطع الفراخ وهنحطها في خليط المواد الجافة اللي احنا حضرناه، وهنبتدي نقلب كل قطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما نتأكد ان هي اتغلفت كلها بالدقيق كويس. بعد كده اخر خطوة ان احنا بنمسك قطعة الفراخ ونفضل نهزها جامد كده علشان ننزل منها الدقيق، والخطوة دي بتخلي الفراخ تعمل الشكل بتاع اللي هي البروستد او الفراخ المقلية، بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا بقى ترصوهم على شبكة بالشكل ده وترشوهم ببخاخ زيت وتدخلوهم الفرن، بس اهم حاجة يكون الفرن بتاعكم فيه مروحة علشان توزع الحرارة كويس، او الافضل ان انتوا تعملوها في القلاية الهوائية لو متوفرة عندكم. هنرش الفراخ برضو ببخاخ زيت وهنبتدي نقلب الفراخ كلها، وهنرش الناحية التانية برضو بالزيت. بعد كده هندخلها القلاية الهوائية لمدة 40 دقيقة تقريبا على درجة حرارة 180. انتوا طبعا بتبصوا عليها في نص الوقت وتبتدوا تقلبوها بالشكل ده، وهترجعوها تاني لحد ما تاخد اللون وتتأكدوا ان هي استوت من جوه. وده بيكون شكلها بعد ما بتخلص. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان انتوا ما تسيبوش فيها طبقه دقيق تكون باينه، لازم ترشوها بالزيت كويس. طبعا تقدروا تتحكموا في الوقت وفي الحراره حسب تسويه الفراخ عندكم ولونها من بره وتسويتها من جوه. بتطلع مقرمشه جدا من بره زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت بتكون طريه جدا من جوه، لان المحلول النقع اللي احنا بنحط الفراخ فيه ليله كامله ده بيخليها طريه قوي. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم، ويا ريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا فولو او اشتراك في القناه علشان يوصلكم الوصفات الجديده. باي باي.